السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. انا عارفة ان انا مقلة في الفيديوهات. النهاردة حبيت اشارك معاكم الفيديو ده لاني عملت اكلة كده عظمة. عملت محشي ورقاق، بس عايزة اقول لكم تكلفة بسيطة جدا جدا بدون اي لحوم. يعني احنا لو ما عندناش لحوم، تعالى اقولك ازاي تقدري توفري وتعملي اكل عظمة زي دي من غير ما تحرمي عيالك ولا تحرمي نفسك. ومش لازم لحمة ولا فراخ ولا اي نوع من انواع اللحوم علشان يبقى الاكل طعمه حلو. لا، بطريقة بسيطة جدا جدا وبشوية تدابير منك هتقدري تعملي اكلة زي دي عظمة كده وطعمها حلو وتفتح النفس، ومش هتحسسك ابدا ان الاكل مفهوش لحوم. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. انا لما بكون سلقه فراخ او لحمه او بط او اي نوع من اللحوم، بيبقى عندي شوربه. الشوربه اللي بتبقى عندي يا بنات ما برميش، بحطها في كيس واشيلها في الفريزر. وقت لما اكون بقى ما عنديش لحوم وبحب مثلا اعمل شويه عدس، شويه محشي، بسقي بيهم بقى ايه الاكل بتاعي. ممكن اعمل بيهم شويه ملوخيه. عايزه اقول لكم بتبقى حاجه جميله جدا في البيت. طلعي الكيس زي ما هو مجمد كده، ما تخلوهوش يفك علشان لما بتفك بتغير طعمها. سيبيها زي ما هي مجمده كده وحطيها في الحله ووطي النار عليها. عايزه بقى اقول لكم يا بنات، انا لما باجي اعمل المحشي ببقى محتاسه حوسه كبيره قوي، ولازم اقعد اجهز قبليها بليله، قبليها بيوم كامل وساعات يومين. يعني جبت الكرنبايه كده حلوه وسط كده وقطعتها وسلقت الورق بتاعها وجهزته. قبلها بيوم بقى جبت الخضره. اهم حاجه في الخضره يا جماعه اغسلوها الاول قبل ما تقطعوها. يعني ما تقطعوهاش وبعد كده تغسليها عشان طعمها وفايدتها تفضل فيها. اغسليها كويس جدا جدا وصفيها، وبعد كده قطعيها. فقبليها بيوم بقى جبت الخضرة فعلا غسلتها وصفتها وقطعتها وشلتها في كيس برضو في التلاجة. وهنا القوطة كنت مسبكاها. وبعمل ايه بقى؟ بجيب بصلتين او 3 كبار حسب كمية الصلصة بتاعتك، بشوحهم وانزل عليهم عصير الطماطم واسيبهم لحد ما يتقلوا. بتحطي بقى بهارات محشي، ملح وفلفل، شوية كمون، شوية بابريكا، اللي انت عايزاه. فالطريقة دي بصراحة بتسهل عليا الدنيا، ان انا اجيب حاجة المحشي قبليها واجهزها، فبتسهل عليا الدنيا. ممكن تكون عندك كرنباية كبيرة عشان لو عايزة توفري بقى ايه لاخر الشهر. لو انت جيتي اخر الشهر المصروف طبعا بيقل معانا، فهتعملي ايه؟ شوية شوربة زي دول كده. بقيوا عندك دول شوية شوربة بط. كان عندي بطاية من فترة وسلقتها واتبقى منها شوربه، رحت شايله الشوربه. اديني استغليت الشوربه دي عشان هسقي بيها المحشي واسقي بيها الرقاق. عندك كرنبايه كبيره، استخدمتي مثلا عملتي منها حله، بقيت الورق حطيه في الفريزر، هتقدري ان انت تطلعيه وتستخدميه. شويه بقى خضره برضو ممكن تشيليهم في الفريزر برضو، ما يجراش حاجه، مش هيحصل لهم اي حاجه، وتطلعيها تبقى فريش وهي مجمده. نزليها في الصلصه. يعني سهلي كده على نفسك ودبري حالك علشان ما تجيش اخر الشهر وتلاقي نفسك مش معاكي فلوس تعملي اكل وما عندكيش حاجه في التلاجة. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا طلعت ورق العنب، الورق الكرنب بتاعي، ولفيته بالخلطه بتاعتي. بعد ما عملت معاكم كده حطيت الخضره على الصلصه على الرز وقلبته كويس جدا وحطيت عليهم البهارات، ولفيت ورق العنب بتاعي. وهنا بقى بسقيه بشوربه البط اللي عندي، ويا دوب الشوربه بتبقى بسوى المحشي. وعلي النار عليه لمدة 10 دقايق، يغلي يغلي كويس جدا مع بعض. وبعد كده هدي النار عليه وسيبيه بقى لحد ما يستوي. هنا بقى هيتبقى معايا شوية شوربة من شوربة البط دي. عايزة اقول لكم بقى هعمل بيها حتة دين صينية رقاق تفتح النفس بصراحة، جميلة جدا. هنا خدت الشوربة سخنتها وحطيت عليها معلقتين من الزبدة وهي سخنة كده، وهقلب علشان الزبدة تسيح. عايزة اقول لكم بقى يا بنات ان انا كان عندي برضو لحمة متعصجة، كنت معصجاها عاملة بيها صينية مكرونة. خدت نصها للمكرونة وخدت نصها التاني شيلته في الفريزر، طلعته بقى النهاردة عشان اعمل بيه صينية الرقاق. يعني انا ما اشتريتش اي لحوم ولا اي كلفت نفسي الا حاجات بسيطه جدا، على قد ما جبت مثلا كرومبايه صغيره، او لو عندك ورق هتبقي وفرتي يعني شايلاه في الفريزر ورق كرومب. يعني حاولي كده تدبري طول الشهر او تشيلي حاجات كده تحطيها في الفريزر تنفعك ساعه زنقه.
هنا بقى جبت بقى الرقاق، عايزه اقول لكم انا جايبه نص كيلو رقاق قطع معايا يعني لقيته 10 رقاقات. الراجل عامله رقيق قوي يعني رفيع جدا، أو يعني يشبه لحجم الجلاش كده، بس بصراحه طعمه حلو جدا لما عملته في الاخر، طالع عامل زي الفطير. هنا بقى بالشوربه السخنه اللي انا مدوبه فيها معلقتين من الزبده، وطبعا الشوربه متبله كويس جدا، وبسقي الرقاق بتاعي. ما بحطش بقى بين طبقات الرقاق اي زبده ولا اي سمنه، علشان انا بكتفي كده بالزبده اللي انا حطاها في الشوربه. ممكن طبعا تحطي سمنه علشان بس ما تبقاش يطلع معاكي دسم، لو حابه تدهني براحتك يعني. هنا بقى انا قسمت الرقاق، هحط 5 رقاقات من تحت واسيب 5 رقاقات في الطبقه اللي في الوش. وكنت بقى طلعت عندي كيس اللحمه المفرومه المتعصجه اللي انا حطاه في الفريزر. وعايزه اقول لكم حاجه تانية يا بنات، انا كنت بجيب لصينيه الرقاق مثلا دي نص كيلو لحمه مفرومه. عملت مكرونه بالبشاميل اللي كنت بجيب لها نص كيلو لحمه مفرومه. بصراحه بعد الغلا ده بقى الواحد قال ايه يوفر شويه، جبت نص كيلو لحمه مفرومه وزودت لها بقى شويه البصل. وممكن انتي بقى تضيفي جزر مبشور لو ولادك بيحبوا مثلا خضار زي البسله ممكن تزودي. والله جبت النص كيلو وعملته، وخدت نصه للمكرونه ونصه للرقاق. ووفرت على نفسي، بدل ما اجيب كيلو جبت نص كيلو بس، عملت بيه الاتنين وجبتين، وجبه المكرونه ووجبه الرقاق. ووفري على نفسي كده الدنيا غلا. حطيت كده اللحمة المتعصجة دي في النص، وهبتدي بقى هحط ال5 رقاقات التانيين على وش الصينية بتاعتي. اهم حاجة الشوربة تبقى سخنة، ما تبقاش مغلية قوي بس تبقى سخنة، يعني حتى لو بردت منك سخنيها كده شوية صغيرة، بحيث ان الرقاق بتاعك يشرب منها وانتي بتسقيه كده، ويبقى طالع معاكي طعمه حلو. هكمل بقى بقيه الطبقات كلها بتاعت الرقاق وارجع لكم. ودي اخر طبقه. بخلي بقى واحده، لو عندك الرقاق مكسر خلي واحده كده تكون سليمه حطيها على الوش. كده خد معايا ال10 رقاقات، والعشر رقاقات آم، نص كيلو. يعني انا فرحت بصراحه لما لقيتهم 10 رقاقات رفيعه، بيطلع طعمه حلو، احلى من الرقاق اللي هو بيبقى تخين شويه سميك يعني. ده بيطلع احلى، بيطلع زي الفطير بالظبط واحلى من الجلاش. وانا كمان هقول لكم انا بسويه ازاي، علشان بجد بيطلع فطير مشلتت يعني مش رقاق، محدش بيصدق ان ده رقاق. فطير كده تحس ان هو فطير محشي لحمه، حاجه كده روعه. بس كده بسيب بقى الصينيه بتاعتي دي ترتاح شويه لحد ما الرقاق ده يطرى خالص، عشان اعرف اقطعه، علشان بيغلبني كده وهو سخن، لان احنا بنبقى مطلعين بقى الصينيه وهي سخنه عايزين ناكلها. فبصراحه بيغلبني كده وهو سخن في تقطيعه. فقلت بقى بسيب بقى الرقاق يطرى خالص معايا، مفيش 15 دقايق، عشان طبعا احنا ساقينه بالشوربه سخنه فهتلاقيه طري معاكي. قطعيه بقى الحجم اللي انتي عايزاه. انا بقى يا بنات بعمل ايه؟ ما بسويش الرقاق ده في الفرن. لما باجي اسويه في الفرن ايه اللي بيحصل؟ ما بيعجبنيش طعمه، بحس ان هو احمر كده من تحت واحمر من على الوش، ومن جوه مش مستوي، وبحس ان هو بينشف مني ومش حلو. انا بسويه على البوتاجاز وهوريكم ازاي، وهوريكم التكات اللي انا بعملها عشان يطلع معاكي فطير فطير بجد. واللي هياكل منك الرقاق ده هيقعد يسألك انت عاملاه ازاي. قطعت كده الرقاق بتاعي، قطعيه الحجم اللي انت عايزاه بقى، كبير صغير اللي انت عايزاه. ولعت بقى عين البوتاجاز، طبعا الصينيه دي دهنها سمنه كويس جدا. عين البوتاجاز بقى وطيها على الاخر، علشان الرقاق ما يتلسعش منك. وافضل بقى كده الف الصينيه بتاعتي علشان الرقاق يستوي من جميع النواحي، وافضل ما اسيبهاش وامشي، لا افضل الف فيها كده، واختبرها كده وارفعها بطرف سكينة او طرف معلقة، علشان اشوف اول لما تتحمر معايا وتاخد اللون اللي انا عايزاه، هطفي عليها النار او هقلبها. بقلبها بقى الناحية التانية علشان تتحمر وتستوي من الناحية التانية. اهم حاجة وطي النار على الاخر. عايزة تاكلي حاجة كده روعة يعني طولي بالك عليها، وطي النار على الاخر، واعمليها بنفس الطريقه دي، واقعدي لفيها كده لحد ما تتحمر معاكي وتبقى زي الفل. انا بعمل بقى ايه؟ اول لما تتحمر بروح قلباها، وادهن الصينيه تاني سمنه او زبده، واقلب وانزل عليها الرقاق على الوش بقى اللي هو ما اتحمرش. وبرده نفس الطريقه على نار هاديه جدا، اقعد الف الصينيه حبه حبه كده واختبرها. اول لما تتحمر معايا بتبقى بقى طعمها روعه يا بنات. عايزه اقول لكم بقى والله يا بنات بتبقى عامله زي الفطير كده. عارفين القرمشه اللي هي مع
مش عارفه اوصفها لكم ازاي. عارفين الفطير مشلتت هي كده، ولا ناشفه ولا طريه، مستويه من جوه وحاجه كده اخر جمال. شكله روعه بجد، واي حد بعمل له الرقاق ده لازم يسالني انت عاملاه ازاي. وبس كده المحشي بتاعي استوى، وكانت وجبه جميله جدا جدا. ما حسيتش ان انا اخر الشهر معيش فلوس ان انا اعمل اكل. بشويه حاجات بسيطه، شويه حاجات تدابير طول الشهر بعملها بتفيدني جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير.